السؤال بيقول: ليه الفنانة جنات مش ترند قوي اغلب الاوقات؟ وده من زمان. طب هل الاغنية الجديدة حلوة؟ ده السؤال اللي انا خايف منه. الفنانة جنات من القليلين قوي اللي كانت بتنزل ألبوم اغلب اغانيه جامدة وفيها فكرة وذوقها حلو، بس كنت بحس ان في مشكلة في التسويق للمنتج دايما، فمش بياخد حقه اعلاميا مع ظهور اعلامي لجنات وتصريحات مش مثيرة للانتباه في الغالب، وتحسها مش منسجمة مع قواعد الترند والحركات بتاعت اليومين دول، فبالتالي ده مش بينتج تفاعل قوي. ممكن كمان يكون في مؤخرا بالذات انشغال بالحياة الشخصية والزوجية والكلام ده، فأدى لقلة إنتاج الأغاني، فده خلاني في اللاوعي مش معتبر الفنانة جنات من نجوم الصف الأول للأسف، مع إنها من نجوم الصف الأول وصوتها قوي ومهم جدا جدا. طيب هل بقى الأغنية الجديدة حلوة؟ ده السؤال اللي أنا قلت إن أنا خايف منه. بداية الأغنية أصلا فكرة قديمة اللي هي وكأنك سكر جه لغايه عندي ومرر، اللي هي جت عندي ووقفت لغوها، فحاسس ان سمعت الفكره دي قبل كده اكتر من مره. فكره سكر مر، في فيلم اصلا اسمه سكر مر زي عسل اسود، حسيت الفكره مستهلكه، ودي الفكره الاساسيه واسم الاغنيه. برضو المصطلحات جوه ما حسيتهاش مثيره خالص، في حاجات برضو كانت مستهلكه زي كأنك حلم قلب لكابوس وكأنك جيت على قلبي تدوس وهكذا. يعني مطلوب منك تدور انت على المعنى الجديد او المعنى اللي هتحسه مش العكس. المزيكا كذلك بداية من الجيتار في الاول سواء كسولو او ككوردات، صوته والجمل اللي بيلعبها مستهلكة. الايقاع برضو بالنسبة لي ما حسيتوش مثير خالص، مستهلك، اللي هو الملفوف او الريجاتون بشكل عادي. الوتريات نعديها عشان نبقى عندنا اي حاجة. عجبتني دورها عملته ان هي مالية في الاغنية بشكل كويس، وفي نفس الوقت في جملة من 9 جمل تقريبا عجبتني بتتقال في الخلفيه مع جنات وهي بتغني. طب ايه الحلو؟ خش عليها بالحلو بقى عشان تعبتنا معاك. الحلو صوت جنات، انا بحب اسمعه، صوت خطير ليه كاريزمته وشخصيته. اللحن حلو برضو، عجبني فيه اول 3 ثواني فيهم خدعه، ان هو غير حرف في السلم في اول حاجه في كلمه وكأنك، وبعد كده رجع للسلم الطبيعي تاني. اللي هو المفروض السلم الطبيعي كانت تقول وكأنك، هي قالت وكأنك. ما بدأناش من مقام الكرد بشكل تقليدي، لا غيرنا في حرف، بعد كده رجعنا تاني للمقام كملنا بيه. فأول حاجة بتتغنى بتشد الودن، زي مثلا لما يقولك لازم لو انت بتعمل فيديو على يوتيوب مثلا تشد المتفرج في أول 10 ثواني عشان يكمل فرجة على الفيديو للآخر. فتلاقي في ناس بتقعد تسأل أسئلة مثيرة جدا في أول الفيديو، أسئلة هو مش عارف يجاوب عليها جوه الفيديو أصلا، بس علشان الناس تفضل مكملة معاه للآخر. في اللحن عند السينيو وكأنك حلم قلب لكابوس، سلم تقليدي جدا بتاخده من فوق لتحت، مقام الكرد ما فيهوش اي اختراع، فبالتالي لازم نكمل علشان نحاول نخليه مش روتيني. فبيكمل وكأنك جيت على قلبي تدوس، جاي توجعني انا ليه مخصوص، انا اضعف من اي مواجهه. يعني ما خرجناش قوي بره الروتين، بس الى حد ما بقاش الموضوع تقليدي بشكل مباشر. انا بحس ان لما فنان بيبعد عن ممارسه المهنه فتره فده بيضره جدا جدا، بيخليه مش ملم ومش محتوي تفاصيل وتطورات المهنه، غير لما تبقى ايده في الشغلانه بيشتغل وبينتج كتير فعمال يجرب ويتعلم ويفشل وينجح. انما لما بيقلل بيبعد سواء عن الجمهور او عن المهنه نفسها، وساعتها بيبقى مطلوب منه انه يرجع بحاجه قويه جدا اكتر من اللازم. فهي بالنسبه لي اغنيه عاديه لطيفه، مع احترامي الكبير جدا للمجهود اللي اتعمل ليها. اشترك في القناه علشان الفيديو الجاي عن اغنيه افتكر لك ايه اللي كواليسها عملت ضجه كبيره جدا، والفيديو ده انا دبيت كتير قوي في الاغنيه بتاعت جنات، فمحتاج تقول لي رايك في الكومنتات، مهم جدا خاصه في الفيديوهات اللي بنتقد فيها قوي، عشان اعرف انت رايك زيي ولا انا كده غشيم قوي. يعني عايز اعرف انا بعمل ايه بالظبط. طبعا لو انت وصلت للثانيه دي يعني انت اكيد عجبك الفيديو، فمحتاج تعمل لايك. وتحياتي.